Suspense everyone. وغادي تبقى هذه هي أكفس نسخة ديال البالون دور على مر التاريخ، وراه كنخرج كريستيانو رونالدو وقالها. Já estou habituado, eu sei como funciona esses organismos, mas para ser sincero não vi a entrega do The Best. Acho que de certa forma esses prémios estão a perder um pouco de credibilidade, na minha opinião. Temos que analisar a época inteira, não é que eu deixe de dizer que o Messi não merecia, ou o Haaland, ou mesmo o próprio Mbappé. Eu simplesmente já não acredito mais nesses prémios. ماشي أكفس نسخة ديال البالون دور حيت فريق ريال مدريد ما كانش حاضر، ولا ماشي حيت اللاعبين ديال فريق ريال مدريد ما جاوش، والسبب هو حيت في الكواليس وقعوا بزاف ديال الحوايج. انا بغيت غير نعرف كيفاش اللعاب اللي كيفوز بالبالون دور كيتعلن عليها قبل من الحفل. هو الموضوع بقى قائم على حاجات ما حدش فاهمها. يعني احنا شفنا السنه اللي فاتت في عز ما مانشستر سيتي محقق الثلاثيه، ان ميسي خد الكره الذهبيه، وان هالاند كان مرشح، وان رودري ما كانش ضمن الثلاثه المرشحين الاوائل اساسا. وبعدين جم السنه دي الناس كلها شايفه ان فينيسيوس جونيور واخد افضليه، فقرروا بشكل او باخر ان والله لا، فينيسيوس جونيور مش هياخد الجائزه، وان احنا هندي الجائزه لرودري، فرودري يبقى خد تعويض بتاعت السنه اللي فاتت على حساب فينيسيوس السنه دي، وهكذا. تحس العمليه ماشيه تعويضات. هو تقريبا الجماعه بتوع البالون دور هم عندهم اللاج ده ان انا بدي الجائزه للاعب بعدها بسنه. فاهم ازاي؟ اللي هو انا اللعيب اللي يستحقها السنه دي انا ان شاء الله هبقى اديها له السنه الجايه. فممكن السنه الجايه تلاقي مثلا لامين يامال هو المرشح الابرز ان هو ياخد الكره الذهبيه، فتلاقي فينيسيوس هو اللي كسب، وهكذا. يعني بعد قبل ما نبداو الفيديو نقولوا الفائزين بحفل الجوائز اللي دارته فرانس فوتبول. الكره الذهبيه النسائيه اللي فازت بها هي ايتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة، وجائزة سقراط فازت بها جينيفر هيرموسو على العمل ديالها بالنهوض بكرة القدم النسائية وضد التحرش الجنسي. وجائزة ياشين لأفضل حارس فاز بها هو إيميليانو مارتينيز حارس فريق أستون فيلا الإنجليزي. وجائزة أحسن مدربة فازت بها الأمريكية إيما هايز مدربة فريق تشيلسي الإنجليزي للنساء. وجائزة أحسن مدرب للرجال فاز بها كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني. وجائزة أفضل هداف فاز بها كل من هاري كين لاعب فريق بايرن ميونخ وكيليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد. أما جائزة أفضل فريق نسائي فاز بها فريق برشلونة. وجائزة أحسن فريق للرجال فاز بها فريق ريال مدريد. وجائزة أفضل لاعب شاب فاز بها الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال لاعب فريق برشلونة. الكرة الذهبية اللي وقع عليها هاد المشاكل كاملة اللي فاز بها رودري. خلاصة من هاد الشي كامل ما كاين لا شفافية لا والو. الا كان الاعلان كيخرج قبل الحفل، علاش ديك اللعيبيه كيجيو ويبينوا البالون دور عباره عن خدعه؟ ونبداو بجائزه سقراط اللي فازت بها جينيفر هيرموسو اللي جات بنفس اللون ديال اللبسه ديالها مع اللون ديال الجائزه. واش هادشي كامل زعما غير صدفه؟ راه ما يمكنش هادشي يكون صدفه. زيد عليها احسن حارس اللي هو لونين اللي قدم موسم خيالي مع ريال مدريد اللي بسبابه تأهل فريق ريال مدريد لنهائي دوري أبطال، وهما عطاوها لمارتينيز. بغيت نعرف هاد مارتينيز شنو دار من غير انه أهل الفريق ديالو للتشامبيونز ليغ، ولكن ما ربحو حتى شي لقب هاد الموسم. زيد عليها فريق ريال مدريد مع الحارس لونين فازوا بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. جائزة ديال البالون دور اللي وقعت فيها الهضرة بزاف اللي داها رودري هو لاعب واعر ومزيان وربح جوج ديال الالقاب اللي هما الدوري الانجليزي واليورو، ولكن الا جينا نشوفوا المقارنه ديالو مع المنافسين نلقاوهم هما احسن منه، بحال بيلينغهام اللي كان هو الهداف ديال الدوري الاسباني وفاز باللقب ديال الدوري الاسباني والتشامبيونز ليغ. كون بيلينغهام فاز باليورو كنا غنشوفوا 100% وبلا هاد المشاكل هو لا يدي البالون دور. اولا كارفاخال
اللي قدم موسم واعر بشهادة الجميع. زيد عليها الألقاب اللي فاز بيهم اللي هما الدوري الإسباني والتشامبيونز ليغ واليورو، وبهذا الشيء كامل ما كاينش مع الطوب 3 ديال البالون دور. واخر واحد اللي وقعت عليه هاد الهضره هادي كامل وهاد المشاكل اللي هو فيني، هو اللي يستحقها. كان قبل الحفل استدعى 20 واحد من الاقارب ديالو، من بينهم المدرب كارلو انشيلوتي ورئيس الفريق بيريز، وكان حجز مكان الاحتفال بالجائزة، وفي الأخير قبل 5 سوايع ألغى كل شيء. قبل ما نساليو زيد عليها واحد الحاجة أخرى اللي وقعت، اللي هي واحد القناة فرنسية اللي نقلت حفل الكرة الذهبية. بداو كيضحكوا على لاعبين ريال مدريد اللي هما كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور. كيليان مبابي اللي حطوا في الفيديو ديالو الشبيه ديالو اللي كاين في مصر، وفينيسيوس هذاك الهضره عليه راه كاينين بزاف د فيديوهات داروهم عليه. وبالنسبه الراي ديالي الشخصي، وانا كمشجع لفريق برشلونة غادي نقولها ان فيني هو اللي يستحق البالون دور هذا الموسم هذا، حيث انه قدم موسم واعر بزاف، وراه ماشي ساهل هذا الشيء هذا. اي واحد يكون كيشجع فريق ريال مدريد راه ضروري غيبغي يشوف اللاعبين ديال ديك الفريق كيتوجوا بالقاب شخصيه.